السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة علي حسن في الجزء الخاص بتعليم الفوتوشوب. دلوقتي في ناس كتيرة بتعمل التصميم ده مثلا أو تصميمات السوشيال ميديا بتاعة الأفراح. يعني بيقول لك والله إن إحنا بنتشرف بدعوة الأصدقاء واسم العريس واسم العروسة، وبتبقى مثلا تصميم سوشيال ميديا أو حتى بيبقى تصميم مطبوع. يعني ساعات بيبقى تصميم مطبوع وبيبقى ساعات تصميم سوشيال ميديا. إحنا عايزين نتعلم النهاردة إن شاء الله إزاي ده بيتعمل. تمام؟ طيب، اول حاجه خالص انت هتشوف الاول اذا كان هو تصميم مطبوع ولا تصميم سوشيال ميديا. لو تصميم سوشيال ميديا اعمل حسابك انه يبقى فاتح على قد ما تقدر. لو تصميم مطبوع يبقى غامق شويه او الالوان اللي فيه تبقى الوان غامقه شويه. يعني ايه، مش تبقى يعني قاتمه شويه بحيث تطلع في الطباعه كويسه. طيب خلينا نعمل الاول فايل نيو، هنروح على برنت وبعد كده هنختار A5. لو انت حابب مثلا هتطبعه على A4 او A5 انت بتختار بقى انت هتطبع على ايه. تمام، احنا هنطبع مثلا على A5 اهو. كريت. احنا كنا عاملين التصميم ده غامق، خلينا نعمل التصميم اللي جاي او الانفيتيشن ده خلينا نعملها على تصميم فاتح شويه. اول حاجه خالص انت بتبقى عارف طبعا ابعاد التصميم بتاعك. المفروض بتعمل مارجن، المفروض بتعمل زي لو انت هتطبع بتعمل جايدز كده بحيث مثلا يبقى في سنتي او 2 سنتي، تبقى عارف ان ممكن الطباعه ما تاخدهمش، فانت تبقى واخد بالك قوي من ده. تمام. طيب، اول حاجه خالص طبعا هنختار السايدز اللي هي الكورنرز دي. نزل من على النت اي حاجه انت تحبها، هنعمل فايل بليس امبيدد. بعد كده تختار اي سايد من السايدز دي، حابب مثلا دي حابب دي براحتك. ناخد دي مثلا، دي جي بي جي ولا ودي ايه، ودي بي ان جي. ناخد دي مثلا كنترول زيرو كده بحيث ايه نشوف ايه اللي بيحصل حاجه كده. وهنعمل راسترايز لاير. تمام. وبعد كده بقى هتختار اي هنعمل لها مثلا بلندنج، هنعمل بلندنج اوبشنز كده وجريدينت اوفرلاي، وتختار جريدينت من الجريدينتس بتاعتك. انا مثلا كنت عامل الجريدينت دي حاببها مثلا، او تختار اي جريدينت تاني. وبعد كده هنعمل دبليكيت لللاير دي اهي، وهنعمل كنترول تي، وهنبتدي نعمل الزاوية بتاعتها 180 درجة كده بحيث تتقلق، تبقى معانا كده مقلوبة. تمام قوي. ادي اول واحدة اهي، وهناخدهم هما الاتنين كده وهنعملهم جروب. ده كده اول حاجة. احنا محتاجين بقى نعمل فوق اللاير بتاع الباك جراوند دي لاير كمان، ونديها مثلا اي لون. انا مثلا هناخد البينت بوكيت اهو، ادي البينت بوكيت، وهتبتدي تديها اي لون. مثلا لو لون حاجة شبه كده مثلا، وندي اللون ده. خدوا بالكم يا جماعة انا اللون مديه على اللاير الاولاني اهو، اللي هو اللاير واحد ده. تمام، حلو قوي. وبعد كده هنعمل لاير كمان، وهنبتدي هنعمل زي هناخد البراش تول، وهنعمل زي نقطة كبيرة كده بلون افتح شوية بحيث يعني ايه يعمل زي هايلايت كده. ماشي، بس نصغرها سنة. ماشي كده. وهنبتدي ناخد لون افتح سنة من اللون ده كده مثلا، وهنيجي جايين هنا. خدوا بالكم يا جماعة لما تيجوا تختاروا ال البراش تبقى براش ناعمة خالص. تمام، انتوا شايفين ان هو فاتح مش كده؟ خلينا نفتح سنة كمان اهو، بحيث بس يبقى الهايلايت ده باين. تمام، حاجة كده حلوة قوي. بعد كده بقى هنبتدي نجيب الآية بتاعتنا. انا جايب تمبلت يا جماعة من على النت اهوت. التمبلت ده هتعمل اي حاجة، مثلا الآية بتاعتي اللي هي بتاعت ومن آياته، هنعمل بليس امبيدد ونجيب الآية.
ادي الايه اهي. كل ده يا جماعه انا جايبه من على النت، فما تقلقوش خالص، هتلاقوه اساسا موجود كتير قوي على النت. هنمسح الكلمه اللي تحت دي وهنعمل سيف، كنترول اس. تمام. التمبلتس الجاهزه دي بتوفر عليك حاجات كتيره قوي، يعني بدل ما تقعد تعمل البلندنج اوبشنز دي بنفسك او بايدك، هو بتلاقيها عاملها لك على طول مره واحده، بدل انت ما تضيع وقت كتير في الحاجات دي يعني. تمام. هتروح بعد ما يخلص السيف ده بتبتدي تروح الطبقه الاساسيه او الملف الاساسي، هتلاقي ان هتلاقي الايه دي بدات اخدت كل التنسيقات مره واحده. خلاص الايه خلصت اهي. انا هبتدي دلوقتي اعمل ايه بقى؟ هشيل الباك جراوند وهبتدي، انا عايز بس الايه دي، وهنبتدي نعمل ميرج فيزيبل كله، وهاخدها بقى احطها في التصميم بتاعي. هنبتدي نختار بقى اول طبقه اهو لحد الطبقه دي، وهنعمل كليك يمين، وبعد كده هقول له ميرج لايرز او ميرج فيزيبل زي ما انت عايز. تمام. هنبتدي بقى خلاص، هي بقت معانا هي تلوس خالص، هنبتدي نشدها مثلا نحطها هنا اهي، كنترول تي، وبعد كده تصغرها تحطها في مكانها. هتطلعها فوق كده خالص، مش هحطها في جروب، تبقى مع نفسها كده. دلوقتي اقفل الجروب دي. تمام. وهنسميها مثلا الآية عشان تبقى عارفها، وخلاص تقفل بقى الايه التمبلتس دي انت مش محتاجها، ودي خلاص. تمام، عشان الدنيا بس تبقى خفيفة شوية معاك. وهنبتدي دلوقتي خلاص انت عملت الآية بتاعتك اهي بسرعة. ابتدي بقى شوف انت عايز تعمل ايه تاني. هنبتدي نتشرف بدعوة كافة الأحباب دي اهي، بدل ما نكتبها تاني بس. تمام. تحطها هنا. خدوا بالكم يا جماعة انا كنت عامل لها اف اكس او بلندنج اوبشنز. هتكتب بقى عادي خالص نتشرف بدعوة الأحباب ده. انا كنت عامل لها بس اوتر جلو ودروب شادو. ادي الاوتر جلو اهو، وادي دروب شادو. حاجة بسيطة قوي يعني، مش ايه مش كبيرة. تمام. بعد كده هتبتدي تاخد الاسماء. ادي الاسماء اهوت اللي هو بتاع اسم ندى ده، وادي تشد ندى. ندى دي بقى برضه يا جماعه انا كنت عاملها تمبلت شبه التمبلت اللي فوق ده، يعني بدل ما تعمل بلندنج اوبشنز انت بايدك، هتبتدي انت تكتب الاسم، او انا جايب الاسم ده برضه من على النت وعملت له بلندنج اوبشنز شبه ده، والدنيا تمام. يعني انت بتختار حاجه من على النت تكون شكلها حلو وخلاص. تمام. وادي الاسم التاني اللي هو احمد اهو. وهتجيب مثلا حاجه من النص شبه القلب ده ولا حاجه. القلب ده برضو جايبه من على النت. كل الحاجات دي يا جماعه انا جايبها من على النت، فما يعني ما ايه، هتلاقوها موجوده. حاجه كده مثلا. وبعد كده ذلك بمشيئه الله يوم الاثنين الموافق كذا. ادي ذلك بمشيئه الله. وبعد كده هتشوف التاريخ. ادي التاريخ، وادي ولا تكتمل الافراح الا بحضوركم. تمام. وهنبتدي ناخدهم هما الاتنين كده زي ما هما، ونحطها هنا. طيب التاريخ برضو عامله اللي هو شبه التمبلت ده، يعني تقريبا كلها ما اخدتش مننا وقت خالص يا جماعه. هنبتدي بس بقى نمسك الثلاث حاجات دول، وهنبتدي نعملهم كده في النص. خلينا نظبط الديستريبيوشن الاول.
خلينا الاول الديستريبيوشن او اسمها ايه، المسافات ما بينهم، وبعد كده هنعمل الالاين اهو. الالاين يا عم مش بالعرض ده بالطول، ادي الطول تمام. يبقى هما كده تقريبا كده الانفيتيشن بتاعتك خلصت. دي انفيتيشن بسيطه يا جماعه وما بتاخدش وقت خالص. فانت ايه، اعمل حسابك زي ما قلنا ان هيبقى فيه زي تحت، ان يبقى فيه تحت سنتي ولا حاجه. السنتي ده عشان الطباعه، فانت ما تعملش الدنيا مع بعضها. يعني ايه، ان اتشرف بدعوه سيادتكم دي، طلعها فوق شويه كده وطلع الاسماء. ادي الاسم اهو، وادي القلب ده اهو. القلب ده لير 2 ولا لير 1؟ طب لير 3. هو ده تمام. هنشده برضو كده، وهنشد الاسم ده، وبعد كده بقى هنبتدي ناخد التاريخ، وهنبتدي ناخد كل ده بقى ونطلعه فوق شوية كده. اتفقنا؟ طيب يبقى انت كده عملت السوشيال ميديا انفيتيشن بتاعتك، او عملت حتى كارت الدعوة او الكارت اللي انت عايز تعمله. ده بيبقى شكله حلو قوي في السوشيال ميديا، او لو انت حابب مثلا تحطه على البروفايل بتاعك، او تحط ستوري، او يعني زي ما انت عايز. لان في ناس ساعات بتطلب ده، ان انت تحط ده ستوري مثلا، او تحط ده على الفيسبوك او على الواتساب بتاعك. شكرا لحضراتكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.